يعني احنا تلقيت ننصح الابناء ولا ننصح الامهات؟ الدنيا متفاتة والله، مهما طال عمرنا هنموت وهنقابل ربنا. كل اللي نعمله بنستغفر ربنا. ماما، مالك يا ماما؟ متضايقة والله يا آية. ليه يا ماما؟ الدنيا يا بنتي بقت وحشة. ليه؟ خير في ايه؟ الاخوات ما بقتش تحب بعضها، لا اله ولا الا الام الله. تحب عيالها. ما ده بيرجع يا ماما للتربيه والاساس من البيت اصلا. ده ما بقاش فيه ضمير يا بنتي. لا اله الا الله. ايه اللي حصل بس؟ واحدة بتحكي لي امها جاية عليها وظلماها واكلة حقها. مم. دي مش عارفة تقابل ربنا تقول له ايه. الست لا إله. معتقدة انها مش هتقابل ربنا ولا هيسألها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس في غفله. قعدت تسمع كلام ابنها ده وتسمع كلام بنتها دي، والفتنة أشد من القتل. لا اله الا الله. الدنيا يا بنتي بقت وحشة. يا رب ما تكتبها عليا ابقى مع عيالي كده زي الناس اللي أنا بسمعها دي يا رب. يا رب يا ما ربنا يبعد عننا الشر. ما بقاش يا بنتي فيه حاجة كويسة. أمال نثق في مين لما الناس ما تثقش في أهلي؟ لما الأم ما تثقش في بنتها وبنتها ما تثقش فيها والأخت ما تثقش في أختها، أمال الثقة في مين؟ الدنيا اتقلت بركتها ليه؟ الثقه في الله عز وجل. ونعم بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. هي الناس بس بقيت في غفله ومش عارفين ان في يوم لينا اخر هنتحاسب فيه. يا بنتي ده الأم بقت لما تعرف بنتها أو واحدة من بناتها بقى معاها فلوس وربنا فككها عليها، بقت تغير وتدعي عليها وتفضح فيها في البيوت وتحكي عليها لا حول ولا قوه الا بالله. وتتهمها في الفلوس انها جابتها من مصادر غير شرعيه. لا اله الا الحال الدنيا. الناس ما بقتش تخاف ربنا ولا الام ولا الاخت ولا اي حد. ربنا يهدي حالهم يا. يعني احنا تلقيت ننصح الابناء ولا ننصح الامهات؟ عامه كل ام تحاول تتقي ربنا في عيالها عشان عيالها يتقوا ربنا فيها، عشان هتقابل ربنا. والله عاجلا اجلا هنقابل ربنا. اتقوا الله في تربيه عيالكم، واتقوا الله في اولادكم، واتقوا الله في نفسكم، عشان ربنا ما بيفوتش. كل ام كده تبقى تحاول تقرب من عيالها وتقعد معاهم وتتكلم معاهم. تحاول تبقى يعني لو واحد فيهم غلط ما تقولوش انت غلطان قدام التاني، تاخده على جنب وتقول له انت غلطت. لكن ما تجيش قدام التاني وتغلطه وتاخد في صف واحد وتسيب واحد. اتقوا الله، اتقوا الله، وحاولوا تلموا عيالكم وتقربوهم من بعض عشان هتتسألوا يوم القيامة، هتتسألوا عن الكلام ده. الدنيا متفاتة والله، مهما طال عمرنا هنموت وهنقابل ربنا. كل اللي نعمله بنستغفر ربنا. مش هناخد حاجة معانا في آخرتنا غير عملنا وغير تربيتنا لعيالنا الكويس. ويا بخت من يقول يا رب اغفر لي وسامحني أحسن من اللي يقعد يأذي في الناس. اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله كده، قربوهم من بعض، مش تفرقوا بينهم ولا اجري ورا اللي معاه فلوس واسيب اللي ما معاش فلوس ولا اجري ورا مصلحتي. يا ريت تعملوا بالنصيحه دي. حاجات من الواقع شفناها حوالينا وناس بعتها لنا كتير كتير. مشاكل البيوت بقت ماليه الدنيا كده. ربنا يتوب علينا ويغفر لنا ويتقبل مننا يا رب، ويهدي حالنا جميعا ويهدي حال اولادنا يا رب، ويصلح من حالنا يا رب.